بدل ما تشتري ملمعات خشب غالية، ايه رأيك نلمع الخشب بحاجات موجودة في المطبخ؟ في الفيديو ده هقولك طرق سهلة وبدايل طبيعية تنضفي بيها وتلمعي بيها الخشب بمنتهى البساطة. حاجات تنفع الخشب مش تضره وتخليه بجد بيبرق. تعالوا نشوف ايه البدايل اللي هنستخدمها النهاردة. انا معاكم هلا ابو بكر. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا للفيديو لايك وشير، وتعالوا بينا نقول بسم الله ونبدأ كده نشوف اول ملمع معانا النهاردة هيكون ايه. اول ملمع او منظف معانا هيكون من الحاجات اللي بحبها جدا، لانه بيتكون من زيت الزيتون والخل. زيت الزيتون عموما بيغذي الخشب بطريقه مش متخيلينها يا جماعه. بيقوي الخشب، بيغذيه، بيحافظ عليه، ما تخلوش يشقق ولا اي حاجه. هنعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا هبتدي اجيب كوبايه كده علشان احط المعيار بتاعي، لان المعيارين هيكونوا متساويين بالظبط. كميه الخل اللي هحطها هتكون قد كميه زيت الزيتون بالظبط. مش لازم نجيب انواع غاليه من زيت الزيتون، عشان لو حد قال لي مثلا طب ما هو زيت الزيتون غالي، انا معاكم ان زيت الزيتون غالي، بس ممكن نجيب انواع رخيصه جدا، ارخص الانواع اللي بتكون موجوده في اي مكان عادي. مش لازم نجيب زيت زيتون غالي، لان احنا مش هنطبخ بيه، احنا عايزين ننضف بيه مش اكتر. طيب، كل اللي انا هعمله كمان ان انا هجيب كمان بخاخه تكون فاضيه ونضيفه كده، ونخليها بقى للملمع كده. يعني لو عملنا كذا ملمع مع بعض نخليها للملمع. هبتدي بقى اضيفهم معايا في البخاخه كده زي ما قلت لكم. زي ما هستخدم كميه الخل هستخدم قدها كميه من زيت الزيتون. طبعا انا جبت المصفى دي او الحاجه دي يعني عشان احطها في البخاخه، وما اقدرش ايه يعني اهدر في الكميه اللي عندي تنزل كده مظبوطه. مش فاكره اسمها ايه بصراحه. تمام، يبقى انا كده حطيت الخل وزيت الزيتون مع بعض. هبتدي بقى بعد كده اخد البخاخه دي هرجها كويس جدا. وده اللي هنعمله لما نيجي نستخدم البخاخه دي كل مره، لان الزيت طبعا تقيل فلازم ندمجه مع الخل. ان احنا هنرج البخاخه كويس قوي قوي، نرج السائل اللي جواها، ونبتدي بعد كده بقى نشوف المكان اللي عايزين ننضفه. وانا معاكم هنا بقى هوريكم كمان بشكل عملي هننضف الخشب ازاي. مع كل ملمع ان شاء الله هوريكم حته كده هتنضف ازاي. تعالوا نشوف كده. انا هنا عندي باب المطبخ بتاعي، انا عايزه اوريكم الجوانب دي اللي مش نظيفه طبعا، وعليها دهون كده ومتبهدله شويه. هوريكم هنلمعها ازاي بمنتهى البساطه. مبدئيا كده ان انا بمسح الخشب بتاعي من التراب، مش بلمعه. هو طبعا لازم امسحه من التراب، سواء انا جايبه ملمع بقى من بره او جايبه ملمع طبيعي. بنمسح الاول الخشب من التراب، بنرج الخلطة اللي عملتها كويس جدا جدا، وبعد كده برش منها كمية مناسبة على الخشب. اللهم بارك. اكيد شايفين ان اللحوسة كده اللي كانت موجودة على الباب من عندي من الحتة دي كده، والحلق بتاع الباب بقت بتبرق ازاي، ما شاء الله. تحفة يا جماعة. وبصراحة أنا هعمل معاكم منظفات كتيرة يعني أو ملمعات كتيرة، بس أنا بحب أكتر حاجة الملمع ده، لأن زيت الزيتون بيدي تغذية حلوة جدا للخشب، بيحافظ عليه بشكل مش طبيعي، بيديله كمان لمعة ممتازة. بس كده، تعالوا نشوف بقى الملمع التاني اللي كلنا عندنا موجود عندنا في البيت. يعني في كوباية شاي عملتيها وما شربتيهاش، لمعي بيها الخشب بمنتهى البساطة. كل اللي انا بعمله ان انا بجيب كوباية الشاي دي، بس اهم حاجة اصفيها من التفل. ليه هصفيها من التفل؟ علشان طبعا انا لو حطيتها في البخاخة بالتفل بتاعها هاجي بعد كده ابخ على اي مكان يعني وعشان انضفه، البخاخة عندي هتتسد من التفل طبعا. تمام، هنزله في البخاخة كده زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم نقدر نخلي بخاخة لكل نوع لو عايزين نعمل الثلاث انواع اللي هعملها معاكم، او نعمل ملمع واحد براحتكم. هحطه في البخاخة كده، وده طبعا مش محتاجة ان انا ارجه، لان هو مكون واحد بس ما فيهوش حاجات بتندمج مع بعضها ولا اي حاجة. تعالوا نشوف بقى هنطبقه ازاي كده على الخشب، وهيعمل ايه في الخشب زي ما عملنا في الوصفة الاولى بالظبط. انا عندي هنا خشب كده دي كده ترابيزه عندي، ومن اسوأ الحاجات اللي ما بحبهاش في حياتي الخشب اللي يكون معشق في بعضه كده، تنظيفه بيبقى صعب يا جماعه. انا مسحته من التراب كده بسيط زي ما انتم شايفين، لان الدواخل دي بتبقى صعبه ان انا اخشها كده آه، بالفوطه كده بس من غير اي ماده سائله تسهل معايا عمليه التنظيف. بدأت أبخ الشاي بتاعي، وبدأت أجيب كده الفوطة، أي فوطة عندي، ممكن كمان لو فوطة قطنية تبقى أحسن. فوطة مطبخ عندي بستخدمها، ببتدي أدخل كده في الحاجات الخبايا اللي جوه دي على قد ما أقدر، وألمع الخشب. لو شفت نفسي ان انا محتاجة شوية تاني ارش عادي مفيش مشكلة، ما احتجتش والدنيا تمام خلاص. بس هي الحتة دي بتبقى اغلى حتت في الخشب عموما، في سواء بقى سرير، دولاب،
كومودينو، ترابيزه، اي حاجه فيها بتبقى غلسه شويه. فانا هنا رشيت تاني فوق كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ امسح تاني بالفوطة، مفيش اي مشكلة. ده بقى عايزة اقول لكم ان ده ارخص ملمع، يعني هو رخيص جدا جدا. كوباية الشاي لو عندنا ضيف كده ومحدش شربها، خديها صفيها واشتغلي بيها على طول، هتديكي لمعة للخشب برضو رهيبة زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك، وبجد ببلاش. بصوا الجمال بقى، بصوا نضفت ازاي معايا وبقت عاملة ازاي، ما شاء الله عليها. اوعوا يا جماعة تجيبوا عند الخشب مية ابدا. انا من الناس ابدا اللي ما بحبش حد يجيب على الخشب بتاعي مية خالص. وده كان شكلها النهائي بعد ما نشفتها كويس قوي، بتلمع وبتبرق ما شاء الله. اخر وصفة عندي بقى وهي زيت الزيتون، وكمان عندي الليمون. يعني لو عندك كده ليمونتين 3 ادموا شوية وبدأوا يسودوا ولا حاجة، هاتيهم وتعالي، ما فيش أي مشكلة. وهاتي كمان زيت الزيتون. كل اللي أنا هعمله إن أنا هبتدي أعصر الليمون وأصفيه خالص من التفل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان البذر. دول قد إيه؟ دول ليمونتين 3 زي ما انتوا شايفين كده كبار. هنشوف بقى الكمية اللي هتطلع من بعد ما اعصر الليمون واصفيه من البذر ومن التفل اللي بيكون كبير شوية ده، لأن طبعا ده هيسدلي معايا البخاخة. نخلي بالنا من الحاجات دي، ده هيسد البخاخة، فنستغنى عنه خالص، بنشيله على جنب علشان نقدر كده نستخدم الملمع بمنتهى البساطة. زي ما انتوا شايفين حوالي معلقتين كبار، يبقى معلقتين كبار كده طلعوا معايا من عصير الليمون. تمام. ايا كان بقى كميه الليمون اللي عصرتيها قد ايه، قدهم بالظبط زيت زيتون. يعني قد عصير الليمون هنحط زيت زيتون. يعني احنا في الاول نبدا بالليمون نعصره، الكميه اللي هتطلع معايا نحط قدامها زيت زيتون. طب اصلا لو انا عندي ليمونه واحده هتطلع لي معلقه، احط قصادها معلقه من زيت الزيتون واستخدمه عادي. طبعا هنا السفرة عندي او البوفيه عندي جولد كده، فانا برضو بحب اديله لمعة. التراب فيه مش باين قوي، بس انا مسحت التراب الاول وبدأت ارش عليه كمية كده من البخاخ بتاعي اللي انا عملته. طبعا برجه كويس قوي قبل ما استخدمه، يبقى الليمون مع زيت الزيتون لازم يترج كويس قوي برضو قبل الاستخدام عشان يندمج مع بعضه. اي حاجة فيها زيت لازم نرجها كويس، وعموما نرج عشان المكونات كمان تختلط مع بعضها. تعالوا بقى بصوا على الجمال والحلاوة بجد لما مسحنا كده. بصوا اللمعة اللهم بارك، يعني باين فرق طبعا بنسبة 100%. بصوا حتى المقابض بعملها تدي لمعة حلوة جدا جدا جدا، تدي شكل حلو جدا. وكل الوصفات اللي عملناها دي مغذية جدا للخشب. كمان زيت الزيتون مع الليمون بيدي بقى، عايزة اقول لكم بيدي ريحة ونظافة بجد. بس كده، وبكده اكون عملت معاكم 3 وصفات لملمع الخشب بسيطة وسهلة، كلهم عندنا في البيت. مفيش ابسط ولا اسهل من كده بجد. يعني من الاخر كده ومنتهى البساطة، الوصفة اللي مش هتلاقيها موجودة عندك او المكونات اللي مش هتلاقيها موجودة عندك استخدمي غيرها على طول، وان شاء الله هتكون برضو حلوة وزي الفل. قولوا لي اكتر وصفة عجبتكم النهاردة ايه في المنظفات او الملمعات اللي احنا عملناها دي. وبكده اكون خلصت الفيديو معاكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، ولو كنت اول مرة تشوفوني يشرفني اشتراككم في القناة، وكمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير.